طيب درس النهارده هو اخر درس في اليونت. هو درس سهل جدا ويعتبر درس كله قديم، مفيهوش حاجه جديده. هو متقسم لكذا جزء، 3 اجزاء. اول جزء هو جزء الايكويشنات، ازاي تحل ايكويشن. اكيد دي حاجه كلكم بتعرفوا تحلوها يعني. زي هنا مثلا 3x plus 2 equal 1، عايز اجيب الاكس. سهله جدا، هاخد ال 2 اديها الناحيه التانية، فتبقى 3x equal 1 minus 2 اللي هي نيجاتيف 1، يبقى الاكس equal نيجاتيف 1 over ال 3 بس. فالسولوشن ست بتاعتي هتبقى نيجاتيف 1 over 3. تاني واحدة مثلا عايزين نجيب برضو الاكس. اول حاجة همسك الفور اوزعها على ده واوزعها على ده. 4 by 2x يبقى 8x. 4 by نيجاتيف 5 يعني نيجاتيف 20 equal 3x plus 5. بعد كده اجمع الاكسات، هم قايل هنا 8x minus 3x، خد دي هنا واخد ال 20 الناحية التانية. 8 minus 3x يبقى 5x. 5 plus 20 يبقى 25، يبقى x 25 over 5 يعني الاكس ب 5. ساعتها السولوشن ست ب 5. هنا نفس الكلام، 6 multiply root 2x يبقى 6 root 2x. 6 multiply negative 1 يبقى negative 6. الكلام ده negative 11 equal 7، يبقى 6 root 2x negative 6 negative 11 يعني negative 17 equal 7. يبقى 6 root 2x equal 17، اوديها الناحية التانية يبقى 24. يبقى الاكس equal 24 over 6 root 2. اكتب بقى ده على الكالكوليتر، تطلع معاك الاكس بكام؟ ب 2 root 2. يبقى السوليوشن ست 2 root 2. هو عايز سوليوشن ست. ده كان الجزء الاولاني من الدرس. طيب الجزء الثاني، ان بدل بقى ما هيبقى equal هيبقى greater than او less than. فدي كانت انت خدتوها السنه اللي فاتت. دي بتتحل ازاي؟ بتتحل بنفس الطريقه عادي. الفكره بس يا جماعه، او خلينا نمشي واحده واحده. يعني هنا مثلا انا عايز احل السؤال ده، هعمل ايه؟ عادي هاخد ال6 اوديها الناحيه التانية كاني بحل سؤال ايكوال بالظبط. فيبقى 2x less than 2 minus 6. طيب 2 minus 6 كام؟ نيجاتيف 4. يبقى الاكس less than نيجاتيف 4 divided 2. يبقى الاكس less than نيجاتيف 2. بالظبط كانك بتحل سؤال ايكوال يعني. بعد ما بتحل هنا بقى هو عايز منك برضو زي السولوشن ست، بس السولوشن ست هنا انترفال. ليه؟ لان هو عايز الاكس، انت بتقول الاكس اصغر من نيجاتيف 2. ايه الارقام اللي اصغر من نيجاتيف 2؟ نيجاتيف 3، نيجاتيف 4، نيجاتيف 5، نيجاتيف 6 وهكذا. كل دول اصغر من نيجاتيف 2. فانت عندكش رقم محدد، فهتكتب له انترفال. طيب الانترفال دي بدايتها مين؟ بدايتها النيجاتيف 2 ونهايتها النيجاتيف انفينيتي. طبعا النيجاتيف انفينيتي اللي انتوا فاكرين من الترم اللي فات دايما اوبن. هل النيجاتيف 2 اوبن ولا كلوزد؟ اوبن. ليه؟ لان هنا لسه زان عشان مش ما فيهاش ايكوال. بالظبط كده. طيب لو حبيت كمان ان انت مش بس تجيبها في انترفال، لو حبيت ان انت تريبريزنت الكلام ده على نمبر لاين، الموضوع سهل. مش هتروح ترسم نمبر لاين كامل، لا ارسم خط كده واكتب فيه الرقم اللي انت عايزه اللي هو النيجاتيف 2. اهو النيجاتيف 2 بس، وهتطلع من نيجاتيف 2 لحد النيجاتيف انفينيتي. وطبعا من النيجاتيف 2 اوبن. بس كده. طيب تاني سؤال، همسك الفايف اوديها طبعا الناحيه التانية. فالنيجاتيف 4 اكس هنزلها زي ما هي اهي، smaller than or equal. النيجاتيف 3 اهي، هاخد الفايف اوديها الناحيه التانية تبقى نيجاتيف 5. يعني الكلام ده نيجاتيف 4 اكس less than or equal
نيجاتيف 8. هنا بقى اهم حته في الدرس كله، وهي ايه؟ انت دلوقتي هتاخد الفور، انت عندك حل من حلين، يا اما تاخد الفور توديها الناحيه التانية، يا اما تاخد النيجاتيف 4 توديها الناحيه التانية. يعني ايه؟ يعني لو هاخد الفور اوديها الناحيه التانية هيبقى نيجاتيف اكس، انا سبت النيجاتيف مع الاكس، خدت الفور لوحديها وديتها الناحيه التانية، فبقى نيجاتيف 8 ديفايدد الفور. نيجاتيف 8 ديفايدد 4 بكام؟ بنيجاتيف 2. لما توصل للمرحله دي ان انت جنب الاكس يبقى فيه نيجاتيف، لما توصل ان جنب الاكس يبقى فيه نيجاتيف، ساعتها تعمل ايه؟ ساعتها هتضرب كل الكلام ده في نيجاتيف 1. يعني هتغير اشاره كل حاجه، وكمان العلامه دي هتغيرها. فبدل ما هي نيجاتيف اكس هتبقى اكس، بدل less than or equal تبقى greater than or equal، بدل نيجاتيف 2 تبقى 2. الكلام ده انتوا خدتوه قبل كده. فتاني يا جماعه، انا لما بوصل للشكل ده اللي هو انا عارف ان الاكس هيبقى خلاص جنبيها نيجاتيف، او الشكل ده الاكس جنبيها نيجاتيف، هعمل ايه؟ هغير اشاره كل حاجه، دي اهم حته في الدرس. هغير اشاره كل حاجه، النيجاتيف اكس هتبقى اكس، والنيجاتيف 2 هتبقى 2، والعلامه دي هقوم مغيرها. طب انا بابا تختار ان انا ادي النيجاتيف فوق كلها ولا لا؟ براحتك، بس اهم حاجه ما تنساش تغير العلامه. انا ممكن حتى لو هاخد نيجاتيف فوق؟ ماشي. ادام هنا مفيش بلس وماينس. يعني ايه مفيش بلس وماينس؟ يعني الاكس مضروب في رقم، تمام؟ الرقم ده بقى لو نيجاتيف زي الصوره اللي قدامنا دي او الشكل اللي قدامنا دي، فانت لازم تغير اشاره كل حاجه، عشان لازم الاكس يبقى بوزيتيف، ما ينفعش اكس يبقى رقم نيجاتيف. فنقوم ايه؟ ضاربين في نيجاتيف 1 ومغيرينها مخلينا بالشكل ده. بعد كده اجيب الانترفال، انت greater than or equal ل 2، يعني انت من اول ال 2 لحد الانفينيتي. الانفينيتي دايما اوبن وال 2 closed عشان انت اكبر من or equal ل 2. هتعملها على النمبر لاين مفيش مشكله، هتقوم جاي عند ال 2 وعاملها طبعا closed ورايح لحد الانفينيتي. هنا الانفينيتي وهنا النيجاتيف انفينيتي. طيب هنا x minus 2 greater than or equal 3x minus 5. عادي جدا كأنك بتحل ايكويشن، هاخد ال 3x اوديها هنا واخد النيجاتيف 2 اوديها هنا، ماشي؟ فيبقى x minus 3x هو ده هنا greater than or equal نيجاتيف 5، خد النيجاتيف 2 وديها هنا يبقى بلس 2. حلو. x minus 3x يبقى نيجاتيف 2x، نيجاتيف 5 بلس 2 بقت نيجاتيف 3. ادام بقى وصلت للحته دي اللي بص على الاكس مضروب في نيجاتيف 2، يبقى احتاج اعمل ايه؟ هاخد اول حاجه 2 وديها الناحيه التانية، او اخد بقى النيجاتيف 2 وديها الناحيه التانية يعني، او اطير الاشاره دي مع الاشاره دي، اي حاجه. المهم ان انت غير اشاره كل حاجه واقلب العلامه دي، فتبقى كده تبقى 2x 3. خد بقى ال 2 وديها الناحيه التانية، يبقى this less than or equal 3 divided 2. بس عايزين نعملها انترفال اهو، يبقى من نيجاتيف انفينيتي 3 لان انت اصغر منها، فكده هتروح للنيجاتيف انفينيتي اور ايكوال تبقى كلوزد. بس عايزينها على النمبر لاين اهي 3 اوفر 2، وتقوم هي كلوزد اهي، اصغر منها يبقى انت تمشي كده عند النيجاتيف انفينيتي. في حاجه صعبه؟ negative 5 minus 4x over 3 negative 5 minus 4x over 3. حلو، محتاجين نحل. هنعمل ايه؟ اول حاجه كروس مالتيبليكيشن عادي، خد ال 3 اضربها هنا، فيبقى negative 5 minus 4x less than or equal 3 multiply negative 5 يبقى negative 15. اهم حاجه بس انا مغيرتش مكان الاكس،
تمام، عشان محدش يعمل كروس مالتيبليكيشن يجيب النيجاتيف 15 هنا ويجيب الاكس هنا، فالعلامه دي تبوظ منه. بدل ما هي ليس ذان تبقى جريتر ذان. فحافظ على مكان الاكس زي ما هي، يبقى 1 ملتبلاي ده عشان يفضل مكانه هنا، و3 ملتبلاي نيجاتيف 15 هي اللي هنا عشان الاشاره ما تبصش منك. هناخد النيجاتيف 5 نوديها الناحيه التانيه، فيبقى نيجاتيف 4 اكس less than or equal نيجاتيف 15 بلس ال 5. يبقى نيجاتيف 4 اكس less than or equal نيجاتيف 10. وصلت للشكل ده، اضرب كله بقى في نيجاتيف 1 تبقى، او غير اشاره كل حاجه يعني، تبقى دي 4 اكس تبقى دي 10. اوعى تنسى تقلب دي. يبقى الاكس greater than or equal 10 divided 4. يبقى الاكس greater than or equal 5 over 2 بس. اكبر من or equal 5 over 2 يبقى الانترفال من اول 5 over 2 لحد انفينيتي. اكيد ده closed، ده دايما open اهو. هنا الانفينيتي وهنا النيجاتيف انفينيتي. طيب في نوعيه كده من المسائل اللي هو بيجيب لك المساله مكتوبه كده وانت تحاول تترجمها للشكل ده، لاكس وليس ذان وجريتر ذان كده يعني. يعني مثلا بيقول لك الارقام اللي اصغر من or equal 3 وكمان greater than or equal negative 3. لو حبيت اكتب الكلام ده، هو رقم less than اصغر من او يساوي 3 هو x ماشي، اصغر من اهو، او equal اهو 3، وفي نفس الوقت الاكس greater than يعني اكبر من اهو، او equal اهو النيجاتيف 3. يبقى انا بعمل ايه يا جماعه؟ انا ما بعملش حاجه صعبه، هو انا بمشي مع السؤال بقدر اطلع اللي هو عايزه. تاني، set of real number هو هيوصف لك الرقم ده، فانت الرقم ده هتسميه اكس مثلا، وتبدا تشوف بقى الرقم ده ماله less than اصغر من يبقى تقوم عامل العلامه دي اهو، or equal يبقى تقوم عامل كده ال3 ادي ال3، greater than اهو، او equal يبقى اهو النيجاتيف 3. يبقى الاكس هو رقم ما بين النيجاتيف 3 وال3. طيب لو حبيت احل دي set of real number ما بين الزيرو والتن، يعني اكس هو رقم ما بين الزيرو وما بين التن، يبقى اكيد هو اصغر من التن واكبر من الزيرو. هو ما بين الزيرو والتن، يبقى اكيد اكبر من الزيرو واصغر من التن. او الزيرو هو ما قاليش ان هو ايكوال، هو قال لي ما بينهم، فكده يبقى ما بينهم. انا بس نشيل ده. حلو، رقم اللي هو الاكس less than النيجاتيف 1 اصغر من النيجاتيف 1 وجريتر ذان اكبر من اهو or equal اهو نيجاتيف 8. يبقى الاكس ما بين النيجاتيف 1 والنيجاتيف 8. طيب لو انا بقى حبيت يا جماعه اكتب الثلاثه دول في شكل النمبر لاين، اعرف اعملها؟ طبعا اعرف اعملها. فمثلا اول واحده انت بتكتب على النمبر لاين الارقام اللي انت عايزها بس، يعني انت عندك هنا نيجاتيف 3 و3، هتقوم جاي حاطط نيجاتيف 3 وحاطط 3. خلي بالك الاكس اصغر من ال3 او ايكوال، يبقى تقوم جاي هنا عامل كده دايره كلوز عشان هو ايكوال، والنيجاتيف 3 برضو اكبر منها او ايكوال يبقى ايكوال اهو، وتوصل ما بينهم. وبالعقل ده او النمبر لاين ده هو فعلا بيوصف اللي بيحصل هنا، ان الاكس ما بين ال3 والنيجاتيف 3 اهو، الاكس كل الارقام دي ما بين ال3 والنيجاتيف 3 فعلا اصغر من ال3 واكبر من النيجاتيف 3 اهو.
خلي بالكم كمان الحته دي برضو مش شرط اكتبها كده، ممكن اكتبها منفصله. يعني اكتبها منفصله، يعني اكتب لوحديها، اكتب ان الاكس اكبر من اور ايكوال نيجاتيف 3 واكس اصغر من اور ايكوال 3. يعني انا هنا جمعتهم كتبتهم في حاجه واحده، ممكن اكتبهم منفصلين، اكس اكبر من نيجاتيف 3، اكس اصغر من 3، او اكتبهم على نمبر لاين، دي او دي او دي، هما التلاته في الاخر بيوصفوا نفس الحاجه. فمثلا هنا اكس اصغر من 10 واكبر من الزيرو، على النمبر لاين هتبقى سهله جدا، هتكتب طبعا الزيرو والتن بس، ادي الزيرو وادي التن، انت ما بينهم والاتنين اوبن اهو. تعرف تكتبها منفصله، اكس اكبر من الزيرو واكس اصغر من التن اهو، اكس اكبر من الزيرو واكس اصغر من التن. طب اخر حاجه برضو نفس الكلام، طب ما بين النيجاتيف 1 والنيجاتيف 8، ادي النيجاتيف 8 وادي النيجاتيف 1، النيجاتيف 8 كلوزد والنيجاتيف 1 اوبن، وصل يا باشا اهي. لو عايز تكتبها منفصله فالاكس اصغر من اور ايكوال نيجاتيف 8، الاكس اكبر من واصغر من نيجاتيف 1. تيجي اعرفك ازاي معانا ان شاء الله هتقدر تقفل الماث، ومش بس كده هتتعلم الماث صح وهتتأسس صح. الحصة عندنا بتكون لايف على زوم، بنشرح فيها الدرس وبنحل كل الافكار اللي ممكن تقابلك على الدرس ده. الميزة هنا انك تقدر توقفني وتسأل في اي وقت تحبه، وكمان لازم تحل اسئلة قدامي عشان اتأكد انك فاهم صح وانك بتعرف تحل. وطبعا كل حصة بتتسجل وبتتبعت لك عشان تكون معاك طول الترم وتقدر ترجع لها في اي وقت. وكمان لكل حصة واجب ثابت، الواجب من كتاب المعاصر، وانا بختار لك الاسئله عشان تغطي كل الافكار اللي في الدرس، وده بيكون مع فيديو لحل الواجب. ولو قابلتك اي مشكله خلال الاسبوع زي سؤال مش فاهمه او مش عارف تحله، تقدر تبعت لي على الواتساب وانا اكيد هحل لك مشكلتك. واخيرا عندنا امتحان ثابت كل اسبوع بتبعتهولي وانا بصححه خطوه بخطوه عشان اتاكد مش بس انك حليت صح، لا كمان خطواتك صح. لو حابب تنضم معانا ابعت لي رساله على الواتساب على الرقم ده. ودلوقتي يلا نكمل الفيديو. يعني النوعيه دي من الاسئله بتعرفك ايه، ازاي ترسم الكلام ده على النمبر لاين. طيب ندخل بقى على اهم حاجه يا جماعه في الدرس، اهم حاجه ازاي نحل المساله دي. اسهل حاجه يا جماعه نحل بيها المساله دي ان انت تجزأهم. يعني ايه تجزأهم؟ يعني تاخد ده تشتغل عليه لوحده، بعد كده تاخد ده تشتغل عليه لوحده. مثلا هنشتغل على ده لوحده، يعني كأن الفور دي مش موجودة، كأن ده السؤال، كأن ده كده هو السؤال بس، وهحل بعد كده هاخد ده كده واحل، وكأن ده مش موجود. فواحدة واحدة، لو افترضنا ان الفور هي اللي مش موجودة، ان انا هشتغل على ده، يعني دي كده مش موجودة، فهيبقى ايه؟ هيبقى x minus 2 اكبر من or equal النيجاتيف 3، يعني كأنها عاملة كده x minus 2 greater than or equal نيجاتيف 3. محدش يتلخبط ان انا مغير العلامة، لا انا غيرت المكان ال x minus 2، يعني دي هي دي نفس المعنى، x minus 2 اكبر من or equal نيجاتيف 3، x minus 2 اكبر من or equal نيجاتيف 3، بس انا كتبتها كده عشان اريح، يعني ده الشكل اللي انت واخد عليه اللي هتعرف تحله. ناخد النيجاتيف 2 نوديها الناحية التانية، فيبقى x greater than or equal نيجاتيف 3 plus 2، يبقى ال x greater than or equal نيجاتيف 1. بروز بقى الحتة دي. بس تعالى حل بقى الجزء التاني، اشطب على ده ولا كأنه موجود واشتغل على ده. x minus 2 less than ال 4، يبقى x less than 4 plus 2، يعني x أصغر من ال 6. بروز هي دي الحل، إن ال x أصغر من ال 6 وفي نفس الوقت أكبر من or equal للنيجاتيف 1. دول أقدر أكتبهم في شكل واحد، أقدر أكتبهم في شكل واحد. نفكر، x أصغر من ال 6، أصغر من ال 6
اكبر من اور ايكوال، اكبر من اور ايكوال النيجاتيف 1، النيجاتيف 1. فبقى ده الحل بتاعك، ان الاكس ما بين النيجاتيف 1 وما بين ال6. ولو حبيت تكتبها في النمبر لاين، ادي النيجاتيف 1، ادي ال6، النيجاتيف 1 اهو وال6 اهو. حد بقى يا جماعه يحل معانا السؤال ده. ماشي، احنا هناخد ده لوحده، اول واحد مالناش ماشي. دعوة بالتاني. يبقى 2x minus 1 اكبر من cv، نيجاتيف cv. يبقى 2x اكبر من نيجاتيف cv بلس 1، يبقى 2x اكبر من نيجاتيف 2. يبقى يبقى x اكبر من نيجاتيف 2 على 2، نيجاتيف 2 على 2 يبقى نيجاتيف 1 بس. بعديها بقى ناخد التاني، احنا كده ملناش دعوة بالاولاني. مم. يبقى 2x minus 1 اصغر من او equal 5، يبقى 2x اصغر من او equal 5 بلس 1. بعديها 2x اصغر من او equal 6. بعديها الاكس الاكس اصغر من او equal 6 over 2 بتساوي 3 بس. انا ممكن اكتبهم في شكل واحد. مم. هكتب الاكس. مم. اول حاجه هي اصغر من او equal السي، واصغر من نيجاتيف 1. دي اصغر. لا دي اكبر ماشي. بعديها ممكن ارسمها نمبر لاين، احط هنا نيجاتيف 1 وهنا السي بي تبقى closed والنيجاتيف 1 open. بعديها ارسم. طبعا ما حد يحل برضو السؤال ده. ماشي، هاخد الاولاني واسيب ال13. ماشي. لو ماشي، هتبقى 3x greater than. هاخد الستيوارد دي الناحية التانية صح؟ ايوه، ماشي، فيبقى نيجاتيف 5 اكس اه ماشي، greater than negative 4x greater than زيرو بقى. 0 صح. هتبقى بعد كده هتبقى x greater than 0 over 5. ماشي. المفروض كده خلاص تاخد التانية. هو ثواني بس، دلوقتي 0 اوفر 5 اللي هو اصلا 0 صح؟ 0 اوفر اي حاجة في الدنيا بزيرو، فزيرو اوفر نيجاتيف 5 هيبقى 0. بس هنا في حاجة تمام. بسيطة، ان انت لما بتوصل للشكل ده، ان جنب الاكس فيه نيجاتيف، لازم تغير العلامة دي صح؟ صح. بس فبدل ما هي كده تبقى باصة الناحية التانية. هي دي فكرة السؤال. طيب مم. عايزة ايه؟ نكمل. تمام، equal 0. اه ف نخش على الحتة التانية، على الجزء ده. 3 نيجاتيف 3 minus 5x less than 13. تمام. هتبقى هودي 3 هناك، هتبقى نيجاتيف 5x. حلو، 13 ماينس 3 اللي هي 10. ايوه، حلو، بعدين هغير العلامة. بالظبط كده. بس واحدة واحدة، النيجاتيف 5 اكس هتبقى 5 اكس. ايوه وهتبقى greater than وال10 هتنزل نيجاتيف. وهتنزل نيجاتيف 10 عشان تغير اشارة كل حاجة. ايوه، حلو.
هودي الفايف بالماينس يبقى نيجاتيف 10 اوفر 5. نيجاتيف 5. لا هو اوفر 5 بقى خلاص، ما انت 5 يبقى 2 نج- اكس greater than 2 نيجاتيف 2. صح ولا ايه؟ ما انت وصلت للشكل ده خلاص، نيجاتيف 5 اكس سمولر ذان ال 10. ادام وصلت للشكل ده لازم تغير اشاره كل حاجه وتغير العلامه دي، فالنيجاتيف 5 اكس بقت 5 اكس والعلامه دي بقت كده، وال10 بقت نيجاتيف 10. بس خلاص هتبدا تشتغل بقى على الجزء ده، تاخد ال5 توديها الناحيه التانيه، يبقى نيجاتيف 10 اوفر 5، يبقى الاكس جريتر ذان نيجاتيف 2. تمام. يبقى انت وصلت ان الاكس سمولر ذان الزيرو وجريتر ذان النيجاتيف 2. greater than نيجاتيف 2 يبقى هكتب نيجاتيف 2 نيجاتيف 2. الاكس هتبقى في النص ماشي. والزيرو هتبقى في الاول خالص. ماشي. والاكس هنا اكبر من نيجاتيف 2 اهي، اه greater than والزيرو smaller. والزيرو سمولر ذان. او بس ثواني، هو نمبر الاكس لاين. اصغر من الزيرو، اكس اصغر من الزيرو. ماشي، بعد كده ايه؟ لو عايز اكتبها نمبر لاين بالظبط اهو. احط الزيرو الزيرو والتو نيجاتيف 2. او نيجاتيف 2 حلو. وهتبقى الاتنين هيبقوا open. الاتنين هيبقوا open اهو. بس كده. اهم حاجه بس يا جماعه السؤال ده مهم، الحته دي حته الايه، النيجاتيف دي. حتى هنا ادام وصلت ان الاكس مضروب في رقم، الرقم ده نيجاتيف، لازم تغير الاشارات، تغير اشاره ده، تغير العلامه، تغير اشاره ده، بعد كده تكمل حل. هنا اغير اشاره ده، اغير العلامه، اغير كل حاجه لازم. طيب نخش على اللي بعده. هنحل دي ازاي؟ بنفس الطريقه دي. هناخد برضو ده لوحده نشتغل عليه، بعد كده هنقوم واخدين ده لوحده شغالين عليه، وخلصت القصه على كده. يلا يا جماعه، حد عايز يجرب معانا؟ ماشي اتفضل. تمام. ناخد x minus 1 وال 3x minus 3. ماشي، 6 minus 3 اكبر من x minus 1. هنودي النيجاتيف 3 الناحية التانية، ماشي. هتبقى x plus 2. ماشي. وبعديها هنودي الاكس ماشي. الناحية التانية، تبقى 2x. وهنودي 2 over 2 equal 1، ماشي، يبقى x تبقى greater x than. greater than 1. ادي اول حاجه. نروح الناحية التانية، 3x minus 3 smaller than or equal x plus 5. ماشي. هنودي النيجاتيف 3، ماشي. هتبقى x plus 8. هنودي الاكس الناحية التانية، هتبقى 2x greater وبعدين نودي 2 هتبقى 4. ماشي. الوقت نرسمها، دلوقتي نكتبهم بس الاول في حاجه واحده. نكتبهم الاكس اه. x وقداميها 4 ووراها 1. ماشي، اهي 4 و1، وهنا كده، وال1 نعم. الاكس اكبر اهو. نيجي نعمل 1 و 4. 1 و4. ال 4 closed وال 1 open. ماشي، بس كده.
ماشي يلا يا جماعه، حد يحل رقم. ماشي، انا هحل. 4x، انا عادي شكلها خليها 4x بلس 2 greater than or equal 5x. ماشي. يبقى 4x 4x minus 5x أكبر من أو يساوي نيجاتيف 2. يبقى نيجاتيف x أكبر من أو يساوي نيجاتيف 2. يبقى هنضرب هنا في ناقص نيجاتيف 1 ونيجاتيف 1، يبقى x أصغر من أو يساوي 2. بعديها نشوف شكل تاني. 4x بلس 2 أصغر من أو يساوي 5x بلس 3. يبقى 4x minus 5x أصغر من أو يساوي 3 minus 2. بعديها نيجاتيف x أصغر من أو يساوي 1. نضرب هنا نيجاتيف 1 نيجاتيف 1، يبقى x أكبر من أو يساوي نيجاتيف 1. ممكن نكتبهم في شكل واحد. x أكبر من أو يساوي نيجاتيف 1، نكتبها، لا ثواني العكس، أو أي حتة. بعديها أصغر من أو يساوي 2. ممكن نعمل نمبر لاين، نكتب هنا 2 والنيجاتيف 1. النيجاتيف 1 اوبن وال2 اوبن. لا ثواني، الاتنين كلوز. ماشي. حلو، خش على اللي بعده. احنا ممكن ناخد دي كده. هنا. حلو، عايزين برضو نحل دي. ماشي، هاخد الجزء اللي هو من اول ال 2x لحد البراكتس، ماشي. بس هظبط شكلها. هتبقى 3 والبراكتس 4 بلس 2x في البراكتس، وهتبقى greater than 2x بلس 9. حلو، اه المفروض اعمل البراكت صح. بالظبط كده. يبقى 3 times 4 و 3 times 2x، بالظبط 12 بلس 6 يبقى اكس. 3 12 بلس 6x greater than 2x. حلو. المفروض هودي ال 12 هناك، ماشي. يبقى هتبقى 6x greater than 2x بلس 9 بلس 12 minus 12. ماينس 12 بقى. ماشي، هتبقى نيجاتيف 3، يبقى 6x greater than 2x نيجاتيف 3. حلو. المفروض اودي الاكسات مع بعض، بالظبط. يبقى هودي ال 2x هناك لل 6x، يبقى 6x نيجاتيف 2x 4، تبقى 4x greater than نيجاتيف 3. نيجاتيف 3. بالظبط. يبقى نيجاتيف 3 اوفر 4. يبقى الاكس جريتر ذان نيجاتيف 3 اوفر 4. ايوه. ادي كده اول حاجه. التانية التانية خش. هاخد ثانية، هاخد ال 3 والبراكت لحد البراكت التاني. ماشي. لا دي 4 بلس 2 اكس. لا هحل البراكت، يبقى 3 و4 و 3 و 2x. او هنا انت تقدر تطير ال 3 مع ال 3 على طول، صح؟ كانها ايكوال، صح. يعني تقدر تطير دي مع دي بدل ما تقعد تدخل السي هنا وهنا وهنا وهنا. ممكن تطيرهم على طول، يبقى ولا كانهم موجودين. بقت عامله كده يعني.
جمع الاكسات والارقام. هبدل، يبقى هودي الاكسات مع بعض بالظبط. والارقام مع بعض. 2x س- minus x 2x minus x و 7 minus 4 2x minus x x x و 3. و 3. بس كده. طبعا هتحطها في شكل واحد، هيبقى هنا الاكس. او وقدامها ال 3 بالظبط. وقبليها النيجاتيف 3، نيجاتيف 3 اوفر 4. اه والتانية كده اسمها ايه، جريتر ذان. الاكس جريتر زي على النمبر لاين اهي. ادي النيجاتيف 3 اوفر 4 وادي 3، ده كلوزد وده اوبن. والتانية اوبن. بس كده. طيب احنا كده خلصنا. مفيش الدرس خلص خلاص. وزي ما انتم شايفين الافكار، الاسئله كلها سهله، مفيش يعني لعب في الاسئله ولا حاجه. هي بس بتبقى طويلة. هي بتبقى طويله، واهم حاجه هي الحته دي بس، هي حته ان انت ما تنساش تغير اللي هي بعكس الجريتر تعكس ذان والليس. الاشاره بس. لكن غير كده درس سهل، انت بتحل ايكويشن عاديه يعني. وحتى الاسئله اللي ورا الدرس اصلا هي صفحه، هي صفحه واحده. فهو الموضوع الاسئله اصلا فيه قليله جدا. هو فالواجب احنا كده خلصنا اليونت. كده خلصنا اليونت او خلصنا الجبر. في حل علينا. كده بقى ان شاء الله الواجب برضه هديهولكم ان شاء الله. بس زي ما انتم شايفين الاسئله قليله قوي، بسيطه يعني. فيا ريت نحل بقى الاسئله بتاعت اليونت، اللي هي اللي تشوز اللي هي الكتيره قوي اكزام دي. بتاع يونت 2 التشوز ده. اه هي الاسئله اللي تشوز بتبقى كتيره، بيبقى شكلها كتير قوي، بس هي الاسئله نفسها بتبقى سهله. يعني الاسئله اليونت بتبقى سهله، ما بتبقاش صعبه، خصوصا ان اليونت دي اصلا سهله. فالاسئله بتاعت اليونت مش هتقف، يعني مش هتقف معاكم، مش هتاخد وقت طويل ان شاء الله. ان تمام. شاء الله. حد عنده اي سؤال يا جماعه؟ تمام. لا شكرا. عفوا. اشوفكم على خير ان شاء الله المره الجايه.